السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. دي الحلقة رقم 10 في المصطلحات القانونية اللي الناس عارفاها وتجهل تفسيرها القانوني، فتلاقي الواحد جاي لها ومش ملم لأبعادها القانونية. النهاردة الاعتراف سيد الأدلة، كل الناس عارفاه، اتقالت في جمل شهيرة واتقالت في مسرحيات على سبيل الفكاهة واتقالت في كذا مسلسل وكذا فيلم، والناس كلها عارفة ان الاعتراف سيد الأدلة. لكن لو انت تسأل واحد ليه النهاردة العقوبة، اي جريمة بتتحط لها عقوبة بيبقى ليها رتم في العقوبة. رتم العقوبة مثلا من سنة ل3 سنين، فالقاضي بيتراوح في العقوبة من سنة ل3، فليه الحق يدي سنة، ليه الحق يدي 2، وليه الحق يدي العقوبة الأقصى للجريمة وهي العقوبة القصوى. فالنهاردة لما بتبقى الأوراق ما بتحملش اعتراف، بيبقى للقاضي الأحقية إن هو يدي العقوبة الأخف. ولكن لما يجي المتهم يعترف تفصيلا عن الواقعة، بيحجب صلاحية القاضي بالتخفيف بالعقوبة، فيبقى القاضي مع الاعتراف اللي هو معترفه ما قداموش غير إنه يدي العقوبة الأقصى. فمن هنا بنقول إن الاعتراف سيد الأدلة، لأنه بيحجب صلاحية القاضي في تخفيف العقوبة عن المتهم. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.